تسلم يا علاء. فرح ودي. هقول لك على حاجه، هو اصلا في المسلسل انا قعدت كتير اناقش الموضوع ده مع استاذ حماد، ان احنا عايزين نبين ان هي ليه اشتغلت من وراه. انا مش مع، يعني انا لو انا من سعاد مش هشتغل من ورا جوزي، لاني مش عشان هي عملت حاجه غلط كبير، ولكن عشان هي ضحت تضحيه ما اتطلبتش منها. لكن اللي عملته ده هو كان عشان خاطر بيتها وعشان عيالها. ان هي اشتغلت من وراه لا، بس ان هي برضه تقعد وان هي تسيب عيالها ما يدخلوش المدرسه المظبوطه عشان هي عايزه تعلمه يبقى تعليمه كويس، عشان خاطر مجرد بس ان جوزها رافض فكره الجواز وما عندوش مناقشه وعايز هو يبقى هو السيد عليها، وان هو في نفس الوقت راح يتجوز عليها وكانت مراته حامل وكان بيجيب لها حد، عايز يجيب لها حد يساعدها في البيت وعادي ومدلعها. فهو اكشلي يعني هو الجواز تمام، بس ان هو يتجوز من غير ما يقول، وان هو يتجوز وهو مش عادل ويتجوز عرفي، وفي الاخر هو مش عايز يصرف عليها، وبتيجي تلومها ان هي راحت اشتغلت من وراه عشان خاطر عيالها. هي لو كانت راحت تشتغل من وراه عشان خاطر هي عايزه تجيب لنفسها لبس معين، عايزه تتفسح، عايزه تروح، عايزه تيجي، ساعتها كنت اقول لك عندك حق، ما كانش يستاهل اللي تروح تشتغل من وراه. بس في حاجات بنضطر نيجي عليها عشان خاطر حاجه مهمه احنا عايزينها. فهي عملت عشان هي ضحت جامد، وفي الاخر زي ما انا قلت من شويه، التضحيه الكتير بتتفهم غلط زي ما حضرتك دلوقتي فهمتها غلط. عشان كده بقول ان الست مش لازم تضحي قوي، لان ما حدش هيقدر تضحيتها الزياده دي، مش عشان هي غلط، بس عشان اللي هيشوفها بمنظور مختلف زي ما حضرتك قلت دلوقتي. مين يا شباب عايز يسال تاني؟ اتفضل. أول حاجة ألف مبروك على نجاح المسلسل. أنا هتكلم في وأنتوا معايا. الفيدباك كانت قوية جدا، وكلنا تحيزنا من إن إحنا نقف جنب الستات وإننا نقف جنب الرجالة، وبجد فرح شابوه بجد على المجهود الفظيع، وكريم نفس الكلام، وفي نفس الوقت قصة حب بنت الجيران. تمام؟ منور يا جميل، منور يا جميل. تمام؟ أول حاجة شايفين نجاح كبير جدا للجيل بتاعكم، خصوصا الشباب اللي لسه طالع او اللي لسه طالعين. شايفين بسم الله ما شاء الله ياسمين عبد، اينا صفيه، جوليو، وانتوا يعني بسم الله ما شاء الله الاول. يعني لما بتبقوا عارفين ان كيفكم كله بسم الله ما شاء الله في نجاح متتالي، احساسكم بيبقى وفي نفس الوقت ان بيبقى في فرصه للناس اللي لسه طالعه انها تتعرف. احساسكم بيبقى بالذات الفيدباك اللي احنا شايفينه قوي قوي ده. شكرا لكم. اولا شكرا جدا على السؤال ده، عشان بجد سؤال جميل والما شاء الله كتير دي بتفرح. المهم يعني انا بمثل من انا عندي 4 سنين، فانا بقالي 12 سنه تقريبا بمثل، وال 12 سنه دول انا يعني تعبت فيهم قوي قوي قوي. ومن وانا صغيره وانا دايما بقول ان بحس ان الجيل بتاعنا هو اصلا اكتر جيل بيتفرج على مسلسلات وافلام، فلازم يبقى فيه طبعا ادوار بطوله لاطفال واطفال وشباب عموما، عشان في الاخر احنا اللي بنبذل مجهود ان احنا نقوم ونروح نتفرج على السينما كل يوم خميس، كل يوم جمعه، او ان احنا نعمل سبسكريبشن علشان معلش احنا ممكن نهدى بس عشان هي بتتكلم لو سمحتوا.